صباح الورد، صباح الياسمين، صباحكم سكر، صباح الستر وعزة النفس. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في سعادة، يا رب تكونوا في فن. ربنا يحفظكم جميعا يا رب. معانا في الفيديو حاجات جميلة جدا وحاجات هتفيدكم جدا، يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر. معانا روتين للمطبخ، ومعانا الغسيل والنشير والشطيف، وكل الستات البيوت كلها بتعملوا اللي انتوا عارفين. طبعا كلكم ستات بيوت شاطره وعارفين اللي بتكلم فيه ده. النهارده هوريكم في الفيديو ازاي نوفر مع الغساله الفوق اوتوماتيك. طبعا في الوقت اللي احنا عايشينه الايام ديت، الواحده بتدور على اي حاجه انها توفر منها اي حاجه. فانا هوريكم النهارده، او هنشوف مع بعض النهارده. معرفش اذا كان في حد ازاي بيعمل نفس الطريقه دي ولا لا، بس هنشوف النهارده بنوفر ازاي مع الغساله الفوق اوتوماتيك. وهنشوف كمان روتين في المطبخ والبوتاجاز وشويه حاجات من اللي انتوا عارفين، العقطه بتاعت كل يوم ديت، العقطه بتاعتنا احنا كده الستات في قلب البيت. قبل ما ابدا ان شاء الله كده ونشرح الفيديو معانا، عاوزه اخد رايكم في الحياه في بيت العيله والحياة في الخارجية المستقلة. يعني يا ريت اللي في بيت العيلة تقول لنا، تبعت لنا تقول لنا ايه السلبيات وايه الايجابيات في بيت العيلة. ويا ريت اللي عايشة حياة مستقلة من اول ما اتجوزت تبعت تقول برضو هي لقيت سلبيات ايه وايجابيات ايه بعيدا عن بيت العيلة. لان اكيد طبعا برضو اللي بتقعد بره دي اكيد بتلاقي حاجات تانية مش ما بتلاقيهاش زي ما هتلاقيها في بيت العيلة. فعاوزين مع بعض كده كل واحدة عندها رأي، وكل واحدة عاشت الحياة ديت سواء اللي في بيت العيلة أو اللي بره، تبعت في التعليقات علشان البنات الصغيرين يستفيدوا ويبعدوا عن أي مشكلة ممكن يقعوا فيها. وديت أنا متهيألي إنها مبادرة حلوة، إنها نساعد بناتنا كلنا إن هما ما يقعوش في أخطاء كتير إحنا وقعنا فيها. ويا ريت اللي وقعت في اي اخطاء او شافت مواقف وعالجتها تقول هي عالجتها ازاي برضو، والموقف عدى ازاي وعدى على خير ورضى الجميع ولا فهموها غلط. وطبعا احنا عارفين في بيت العيله دايما بيفهموا غلط، بس في ناس والله كويسه جدا وفي ناس متفاهمه، عشان برضو ما نظلمش كل الناس. طبعا بقى نبدا الفيديو زي ما انتم شايفين كده. هو طبعا ما كانش في دماغي خالص ان انا هغسل ولا هنضف ولا اي حاجه، بس يعني ساعات كده الواحد بيجي كده من بعد الظهر، لا انا مش لاقي حاجه اعملها، لا المطبخ ما انعملش بقاله شويه، لا ده الاوضه دي ما انعملتش عاوزه تنظيف شويه. فدخلنا بقى نعقرط كده شويه في المطبخ زي ما انتم شايفين. جبت فوطه من بتوع المطبخ، وميه بقوم وبسنه خل صغيره كده، اللهم صل على النبي، وسنه الريحه وميه عاديه يعني. وبدات كده ان انا انضف الرخامه وامسحها والمعها، لاني انا بحب جدا الحاجه تكون بتبرق وبتلمع قدامي. معرفش يعني كلكم كده ولا ايه، بس اكيد طبعا كلكم كده. وبتضايق جدا لما الاقي الحاجه مغيمه او لونها مش تمام، رغم ان انا اصلا نظري ضعيف اساسا، وساعات كمان بتبقى الدنيا مغشلقه معايا خالص. بس يعني على الله، كلنا على الله يا رب. ربنا يرزقنا جميعا يا رب، ويدينا من صحته ونحافظ على صحته، امين يا رب، على الصحه اللي مديها لنا يعني. طبعا التراب في الصيف بيبقى كتير جدا عن الشتاء، زي ما انتم شايفين كده تراب كتير جدا. يعني التراب هو مش عارفه ازاي مش باين في الكاميرا، مع اني لو انا عاوزاه مش هيبان، بس التراب كتير جدا. وما شاء الله المطبخ نور بعد ما اتمسح ونضف، بقت حاجه كده بتشف وترف، بقت حاجه جميله جدا. فانا في الوقت ده كنت اصلا مشغله الغساله انها تملى ميه، الغساله اللي هي الفوق اوتوماتيك، هوريها لكم دلوقتي طبعا وهنشوفها مع بعض دلوقتي. بتملى ميه ليه بقى، او بنسيبها تملى ميه ليه من غير هدوم؟ ميه من غير هدوم عشان بحط عليها اضافات للهدوم الفواتح والهدوم بحط بقى اضافات للغسيل الابيض او الغسيل الفاتح، عشان طبعا في هدوم اطفال، وهدوم الاطفال لازم تنضف كويس. فبدورها على الفاضي واحط شويه لو في الوان زي كده في الاول، يعني بحط كلوروكس الوان، وبحط سن يعني معلقه صغيره كربوناتو، وبحط معلقه صغيره عصير ليمون، ملح ليمون. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام، عشان نركز بس كده. قلنا هنحط اوم، ونحط كربونات، ونحط ملح ليمون، واحط سنه كلوروكس الوان، اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام، او سنه خل، وتدوب كويس بقى مع بعضها كده كويس قوي قوي. وبعد كده نبدا ان احنا ننزل الهدوم.
الهدوم خدت وقتها وغسلنا مره واتنين ولقيناها نضيفه وزي الفل، ببدا بقى ان انا اخد منها واعصر زي الغسالات القديمه بتاعتنا بتاع زمان فاكرينها. اخد منها كده واعصر واحطه في طبق واسع، وبعد كده ادور الغساله تاني تهدر كويس الاومو اللي فيها والحاجه اللي فيها. لو عاوزه اومو تاني احط لها بقى، بس بحط لها حاجه بسيطه، بغسل الحطه التانيه بنفس الميه بتاع الحطه الاولانيه، بس بتحط لها ده. ممكن ما تحطيش اصلا، يعني هتلاقي الاومو لو انت هتحطي غوامق هتلاقي الاومو مظبوط والدنيا مظبوط، لكن الحطه يعني لو نص نص خلاص. لكن لو الحطه برضو فاتحه شويه يعني الوان بس فاتحه شويه نحط كمان شويه اومو. ونبدا بقى كده ان احنا ندور عليها الغساله تاني. طبعا هنا بقى ديت انا غسلت مرتين اتنين بس، يعني حيطين اتنين بس، انت عايز تغسلي 3 براحتك. بقى غسلت حيطين اتنين بس. ففي الحطه التانية دي اول ما حطيتها كده قمت ماسكه كده حاجه من اللي في قلب الغسيل، وبدات انا انضف بقى الغساله، يعني الغساله بتاعت غسيل وما نغسلهاش وننضفها، يعني اشمعنى الغسيل ينضف وهي ما تنضفش يعني. نبدا بقى ان احنا كده ننضف الغساله، اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام يا رب. وننضف الغساله كده زي ما انتم ما شايفين، وبصي كده يمين وشمال كده عشان تحسي فعلا ان انت نضفتي، ان انت عملتي انجاز كده وتبقي مبسوطه. بصوا بقى اللهم صل على النبي، الحاجه بتبقى بتشف وترف ازاي لما بتنضف. بتراب كتير قوي في الصيف قوي قوي قوي، يعني رغم ان مفيش هوا اصلا ومفيش عفره، بس التراب احنا اصلا كمان على الطريق، فالتراب ما شاء الله عليه، يعني ما شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. ايوه اللايكات اوعوا تنسوها، الله يبارك لكم الله يبارك لكم الله يبارك لكم. اللايك اوعوا تنسوه، تعملوا احسن اشتراك واحسن لايك واحسن تعليق منكم يا حبايبي عشان تدعموا الفيديو والفيديو ينتشر، وعلشان كمان تشجعوني ان انا انزل فيديوهات جديده. ربنا يبارك لكم ويخلي لكم عيالكم ويحفظكم من كل شر، ويديم عليكم عزة النفس، ويديم عليكم الستر، ويديم عليكم الهنا يا رب، ويسعدكم ويهنيكم ويحوش عنكم وعن عيالكم اي ضرر او اي مكروه، ويرحم امواتنا واموات المسلمين جميعا يا رب، ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا رب. بدأنا بقى هنا ان احنا نفتح المية كده في طبق واسع كده زي ما انتم ما شايفين، مية مفتوحة كويس، يعني الطبق لازم يكون مليان مية لما تشطفي وتبدأي انك تغرزي. بصوا يعني في ستات معايا سنهم كويس عارفين الكلام ده، لكن في بنات صغيرين ما يعرفوش احنا بنعمل ايه هنا. اللي احنا بنعمله هنا مية شطيف، احنا كده بنشطف، بنبدأ ان احنا ناخد حتة بحتة كده وندخلها المية ونخرجها وندخلها ونخرجها وندخلها ونخرجها لحد ما تحسي ان ما بقاش فيها اي حاجة من الام ولا اي حاجة من الاضافات اللي احنا كنا حاطينها في الغسالة، ونبدأ ان احنا نعصر كويس. وطبعا بعد العصير مفيش الا النشير، نبدأ كده ان احنا ننشر زي ما انتم ما شايفين واحدة واحدة كده. طبعا الطويل ورا والقصير قدام، ولو في هدوم داخلية بيضة بتبقى قدام وبننظم، لكن انا معيش هدوم داخلية خالص النهاردة في الغسيل، وحتى الغسيل عندنا الهدوم الداخلية بتاعته غوامق فمش هتفرض نفسها انها تتحط قدام، لكن البيضة طبعا بتفرض نفسها انها تتحط قدام، بتفرض نفسها انها تتظهر. بس النهاردة مفيش لا زهرة. بس على فكرة لو الهدوم بيضة وعاوز تعملي فيها نفس الموضوع ده، فكرة بقى كده صغير، ايه هي؟ يعني انت تنقعيهم من بالليل في نفس الخلطة اللي احنا قلتلكوا عليها، وبدل ما تحطوا كلوروكس الوان حطوا نسبة كلورول اللي هي العادية بتاع الابيض، وتكتروا شوية الكربوناتو، وتكتروا شوية الملح الليمون وسنة الخل، وتسيبيها تبات. طبعا احنا هنا معانا البوتاجاز احنا نقلنا خالص، وتسيبيها تبات، وتقوم الصبح تدوري عليها، وبعد كده برضو ما تخلص خالص تقومي حاطه الحطه التانية عادي زي ما احنا ما عملنا دي. الهدوم هتلاقيها بتشف وترف، هوريها لكم ان شاء الله في الهدوم البيض، حاجه تحفه كده، حاجه بتنور كده. بيصدقوش ان دي غساله في الاوتوماتيك، لان المعروف ان الاوتوماتيك مش بينضف، لكن معانا الحمد لله الاوتوماتيك بينضف زي الفل. وربنا يحفظ لي الغساله يا رب، واشوفكم في فيديو جديد باذن الله، وقناتي فيها فيديوهات زي الفل، يا ريت تخشوا تشوفوها وهتستفيدوا منها كتير. معاكم ان شاء الله في فيديو جديد.